عمرك اتأثرت بجملة إعلانية قصيرة وخلتك تشتري حاجة من غير ما تحس؟ ورا الجملة دي وظيفة اسمها كوبي رايتر، ودي من أمتع وأحسن الشغلانات في المجال الرقمي ومجال التسويق والدعاية والإعلان على الإنترنت. الكوبي رايتر هو اللي بيكتب النصوص التسويقية المؤثرة. شغله الأساسي بيخلي القارئ ياخد أكشن، سواء إنه يشتري منتج أو يسجل في خدمة أو حتى يضغط على زر. من أهم الأدوات والمهارات اللي يتعلمها إتقان اللغة عربي وإنجليزي، مهارات الإقناع وصياغة الرسائل، أدوات تحليل زي جوجل أناليتكس لفهم سلوك الجمهور، الإلمام بمبادئ التسويق والإعلانات. أما عن السلم الوظيفي، بتبتدي الأول جونيور كوبي رايتر، وبعد كده سينيور كوبي رايتر، وكرياتيف ليد، وفي الأخير توصل لتبقى كرياتيف دايركتور. بالنسبة لمتوسط الرواتب عالميا، بتبتدي من أول 700 أو 800 دولار وبتوصل في كل الأحيان ل 3000 أو 3500 دولار، ده حسب الخبرة والمجال. الطلب على الكوبي رايتنج بيزيد لأن الشركات محتاجة كلام مؤثر يقنع العملاء وسط الزحمة الكبيرة جدا من المحتوى. لو عاوز تعمل كارير شيفت وتبقى كوبي رايتر، اقرا كتب كتير عن التسويق والإقناع. اتدرب على كتابة نصوص قصيرة للإعلانات أو للسوشيال ميديا. اعمل بورتفوليو صغير وانشر مشاريعك حتى لو تجربة صغيرة. اكتبوا لي في الكومنتات ايه أكتر جملة إعلانية أو إعلان فضل معلق في دماغك لحد دلوقتي. واستنوني الحلقة الجاية علشان هنتكلم عن الفرق بين الكونتنت كريتور وبين الكوبي رايتر.